أكد شيوخ ووجهاء العشائر الكردية والعربية في ناحية عمودة دعمهم ومساندتهم لقوات سوريا الديمقراطية والوقوف في وجه كل من يريد ضرب أمن واستقرار المنطقة. جاء ذلك خلال بيان أدلي من قبل وجيه عشيرة ولدة الناصرة صالح العبد الله أمام دوار المرأة الشرقي الناحية بمشاركة العشرات من وجهاء وشيوخ العشائر في الناحية. وجاء في البيان: بعد تحرير منطقة دير الزور من مرتزقة داعش وعودة الأمان إلى المنطقة، حاول بعض المسلحين وبدعم من جهات خارجية ضرب الأمن والاستقرار في دير الزور. لذا أطلقت قوات سوريا الديمقراطية عملية تعزيز الأمن قبل فترة، وألقي القبض على المتورطين. في الختام ناشد الشيوخ ووجهاء العشائر ورجال الدين جميع العشائر في المنطقة أن يلتفوا حول قوات سوريا الديمقراطية ويدعموها من أجل تحرير جميع أراضي المنطقة. في هذا اليوم اجتمعنا جميع العشائر من عرب وكرد وآشور وسريان لنبعث صوتنا إلى إخواننا وكل شهم وغيور على الإدارة الذاتية وعلى شعبنا. بعثنا رسالة ووجهناها لإخواننا في دير الزور وفي كل المناطق التي يعث فيها الإرهاب، ونعلمهم بأننا نقف وراء كل شهم وغيور على بلاده ومنطقته وأرض بلاده، ونحن دعما وراء قوات سوريا الديمقراطية بشكل مطلق ومن دون، لأنه هي الحريصة على أمننا وهي التي خلصتنا من الإرهاب الداعشي التي كان يعمل الويلات بالشعوب المنطقة من دون استثناء ومن دون تسمية. حظرا للتجوال في كل من مدينة الحسكة ودير